السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 6 خطوات لو نفذتهم ابنك هيقولك شبيك لبيك عبدك بين ايديك على اي طلب تطلبه او تطلبيه منه. سامعك يا ام احمد، احنا مرناش الا انت يعني، وعارف ومتاكد ان زمانك بتقولي ايدي على كتفك يا دكتور، بس ما باليد حيله برضه، انا بضعف عشانكم. انت حتى لو دعكت ليه الفلوس السحري هيعصلك معاه، اصل دماغه دماغ صعيده وعناده جايز فعلا يكون واصل للمجرات المجاوره. هرد عليكم واقول لكم عيب عيب يا جماعه، احنا بقينا عشره يعني، انا ابقى موجود وتقولي الكلام ده عيب. انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه؟ انت قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه. يلا هادي بقى ورقه وقلم بسرعه وما تنسيش تدعي لي. بص يا ست الستات، موضوع حلقه النهارده اللي انا عارف انه لمس قلبك وقلب كل المتفرجين، قررت ان اتكلم عنه بعد ما جالي استفسار هنا على الصفحه. بالمناسبه يعني انتوا كمان تقدروا تسالوني عن اي حاجه وهعمل لكم اي حلقه عنها، بس الفكره كلها ان الاستفسار ده جالي بشكل مبالغ فيه جدا، ازاي نتعامل مع الولاد وازاي نكلم ولادنا وازاي نربيهم. انا هنا عايز افهمكم انكم اول حاجه قبل ما ادخل في الحلقه لازم تفكروا ازاي ابنكم بيفكر. دي البدايه، يعني انا ازاي افكر هو بيفكر ازاي، مش ان انا افكر وخلاص هو لا يعمل اللي انا عايزه. فانا بفكركم ان انا هنا موجود ليكم وعشانكم. طيب يا سيدي شكرا. المهم واحد من الاهالي بعت بيسال وخايف وحيران، بيقول لي اعمل ايه يا دكتور؟ ابني عنين لدرجه الجنون، غلبني ومغلي كل الناس معاه. دي مشكله العصر، بيروح المدرسه بتروح الروح، التمرين بينشف ريق عشان يخطي عتب، وفي المدرسه مفيش حد واحد يوحد الله بس قادر يسيطر عليه. احبطت منه وما بقتش عارف اعمل ايه. دي مشكله يعني. بفكر ارمي توبته، بس قلت وعلي انا من ده كله بايه؟ ده برضه ابني ومن صلبي وليه حق عليا. عشان كده قررت اقول لكم في حلقه النهارده الخلاصه اللي بيها هتعرف او تعرفي خلي ابنك الطفل العنيد ده زي الصلصال في ايدك، تشكليه زي ما انت عايز او زي ما انت عايز. فاسمعوا الكلام ده واي خدمه. يلا بينا. اولا لازم تفرق بين النقاش والجدال. يعني ايه؟ يعني المفروض انك بتحط القاعده زي مثلا هننام الساعة كذا علشان كذا وكذا وكذا، وانت محتاج تستفيد بالفوائد دي، وهنا ده اسمه نقاش. على عكس بقى الجدال اللي فيه بتحط القاعدة وبتعاقب على مخالفتها على طول من غير اي تفكير. هنا بقى انت بتقوي الطفل الرغبة في الثورة عليك وبتكبر جواه الشعور بالعناد. بيبقى اولا لازم تفرق بين النقاش والجدال. يعني انا عايز ورد يا ابراهيم، يعني افهم الكلام ده ليه بقى؟ لان انت لما بتكون متفق معاه على اتفاق وبيبدأ يختلف معاك فيه فتعاقبه وتوضح له سبب العقاب، على عكس مثلا لما يكسب كوبايه فتروح تضربه. انت ضربته هنا اذيته وما فهمتوش عن ضربته ليه اصلا، فالطفل بيتضايق، بيبقى حاسس انه مقهور ومهان وعايز ينتقم. فاللي هو انا كسرت الكوبايه وضربوني، ايوه يعني الكوبايه اهم مني مثلا. فاحنا لازم نفهمه احنا بنعمل كده ليه، مش نضرب مثلا وخلاص. اقول له لا يا حبيبي انا ضربتك علشان خايف عليك، علشان ما تكسرش دي تاني، عشان مهمه، عشان ما تنجرحش، عشان كذا كذا كذا. لا تنصف امام الجدال، بمعنى احنا ناقشنا وفرشنا الارض ورد بدل الرمل كمان، يبقى خلاص القاعده اتحطت وغير قابله للتغيير. لان فكره انك بتجادله بعد ما بتناقشه دي بتزرع جواه فكره الرغبه على تغيير الوضع اللي هو فعلا اتفق معاك عليه، وبكده هيكون مالكش شخصيه قدام وهيقعد عندك بعد ما تحط ليه القاعده دي. ماشي. 3 التصديق على مشاعره، بمعنى انك تقول له انا عارف انك فعلا محتاج تتاخر في النوم وان ده هيبسطك اكتر، انا حاسس بيه، علشان هو يحس انك فاهمه وعارف هو حاسس بايه. بس في نفس الوقت انت بتعمل كل ده عشان مصلحته، والاتفاق اللي دار بينكم لازم يكون واضح وتفهمه بالراحه انك حاسس بيه، بس انت خايف في نفس الوقت عليه عشان يعرف انك بتحبه، مش بتعمل كده عشان انت بتحب الكنترول وخلاص. 4 لازم تحط في كلامك جمله الزاميه، واللي هي انت عارف يا حبيبي انك لازم تنام دلوقتي لان ده اتفقنا، ولا انت بقى مش قد كلامك؟ قول لي لو انت مش قد كلامك عشان نبقى عارفين. ساعتها انا كمان مش ينفع اتفق معاك على اي حاجه تاني، مش هبقى قد كلامي انا كمان، لانك انت مش قد كلامك، تخلف وعودك. ولا انت بقى من الناس ولاد اللذينه اللي الناس مش بتحب تتعامل معاهم. 5 خد خطوه لقدام، بمعنى انك تنسى كل النقاش اللي تم بينكم كانه كان مجرد سراب وتبخر خلاص، وتبدا تاخده وتدخله اوضته علشان ينام وتطفي التلفزيون عشان وقته خلص خلاص، وما تستناش ان هو يقوم بنفسه. خد انت الخطوه دي كأن هو موافق واحنا ماشيين معاه في الاجراءات بتاعه موافقته دي. 6 تفضل واقف جنبه، بمعنى ان الحياه هتقف علشان ينفذ القاعده. بمعنى لو جه قال لك يا بابا انا جعان، رد عليه قول له لا بكره ان شاء الله نبقى نفطر مع بعض، ادخل نام بسرعه علشان تصحى بسرعه وتاكل بما انك جعان. طبعا ده بعد ما تيجي تقول له قبل ما وقته بيخلص بنص ساعه، وتقول له خلاص باقي نص ساعه، جعان نجيب لك اكل قبل ما تنام، عايز تشرب تدخل الحمام، علشان ما يجيش هو رايح ينام يخترع لك اي حاجه. دلوقتي في ناس هتقول لي بس الطريقه دي هو ما بيكونش عايز ينام، خلاص الدنيا سهله، دخليه اوضته ونيميه على سريره واطفي النور، صدقني والله ما فيش 5 دقايق وهينام يعني.
توقفي الدنيا كلها وما تجادليش معاه. الطريقه دي سحريه ونقدر نلخصها في جمله مفيش جدال، والرد على اي سؤال منه هيكون انت عارف احنا اتفقنا على ايه عشان تنهي النقاش. تفتكر ليه المفروض تنام دلوقتي؟ تفتكر ليه لازم نرتب الاوضه دلوقتي؟ خليه هو اللي يجاوب علشان بكده يكون القرار نابع من جواه مش امر هو بينفذه. في النهايه في انماط للتربيه، نمط الكنترول والورمث او الدفء. الكنترول والدفء في التربيه هما الميكس اللي الاباء بيستخدموه. في اب بيستخدم الكنترول بس، في اب بيستخدم الدفء بس، في اب بيستخدم الاثنين وده الاصح، في اب ما بيستخدمهمش خالص. الاصح انك تستخدم الاثنين مع بعض، شده ودفء في التربيه عشان يفهم انت بتحبه ولا لا، مش ان انا بشده وخلاص او ان انا بسيبه خلاص طبطب عليه وخلاص فيطلع عيل معتمد وطري كده ورخو. يعني لازم ميكس ما بين الاثنين، وده انجح نوع من انماط التربيه ما بين الكنترول والورث. في النهايه احكوا لي اصعب التجارب اللي انتوا مريتوا بيها مع عيال اللي ياخدوا يعني ما شاء الله دكتوراه في العناد، وانا عارف انا عندي لالا صغنونه جميله. مش تدعوا لي، انا اهو بقيت فانوس علاء الدين اللي بيحقق لكم امنياتكم. جه دلوقتي ميعاد ان اقول لكم الى اللقاء. كنت معاكم دكتور احمد موافي، استشاري الطب النفسي. السلام عليكم.